بني حماد بنيت سنة 1700 ميلادية، يعني قبل ذهابهم للناصرية بجاية. فالزليج جزائري 100%، وخاصة يعني أنه بقايا التي تم العثور فيها في قلعة بني حماد هي اليوم موجودة بمتحف سطيف، يعني باللون الأخضر والأبيض والأصفر. يعني زليج جميل جدا لقلعة بني حماد. هناك تقنيات أخرى، والمدرسة التشفينية الموجودة بتلمسان أيضا زليج الذي يعود للحضارة الزيانية وحتى الحضارة الموحدية. فطبعا الزليج جزائري، إضافة إلى أنه تطور الزليج وأيضا البلاطات الخزفية إلى غير ذلك. فالزليج الجزائري ما يحتاج يعني تأكيد، ما يحتاج يعني. فالزليج الجزائري من أجل الدفاع فقط عن الموروث يجب أرشفة والترويج ودور الإعلام، خاصة للترويج لتراثنا الثقافي بكل عناصره، سواء كان لباس، أطباق تقليدية،